السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. يلا نعمل الليمون المعصفر. هنجيب ليمون قضاليا متوفر في السوق، نجيبه وسط كده، ونجيبه الجلد بتاعه القشرة دي تخينة علشان تبقى حلوة في المخلل. ونجيبه حجمه متوسط، بلاش الكبير قوي. طبعا هنغسله كويس، ونبدأ بقى نحط مية على البوتاجاز تغلي، وننزله في قلب المية دي. تمام. طبعا الليمون القضاليا متوفر في السوق اليومين دول، كان قبل كده من فترة 3 كيلو ب10 جنيه. بعد كده دلوقتي هو ال2.5 ب10. حلو برضو، احسن من او اقل في السعر من الليمون البلدي. نبدأ بقى كده، لما بينزل المية بيبرد المية شوية، بتاخد ايه فترة كده على ما تغلي، فبنستنى لما المية تغلي، وبعد الغليان نسيب الليمون لمدة دقيقتين فيها. تمام. اللي مستعجل على الليمون يزود مدة الغليان، الليمونة بدل ما تقعد دقيقتين تقعد 3 أو 4. يعني انتي في ايدك ان انتي تسوي الليمون بتاعك بسرعة. بعد كده بقى بعد ما يغلي بنطلعه من المية كده، ننشله كده بالمصفى ونحطه في مية ساقعة، مية باردة. ونبدأ بقى نجهز له المكونات بتاعته: جزر وهريسة، وهريسة الشطة اللي عملناها سوا، والعصفر والملح وحبة البركة. تمام كده. هنجيب بقى الليمون بتاعنا، نشق كده الليمونة 4/4، بس مش هنفصلها للآخر. يعني ده اهو، شايفين جزر؟ بقول لكم المكونات. طبعا بحط الجزر على الهريسة على العصفر. طبعا الجزر حوالي 3 جزرات مبشورين، ومعلقتين هريسة، ومعلقتين من معلقتين كبار، ومعلقتين من العصفر، ومعلقتين حبة البركة. العصفر ده تقريبا ب10 جنيه. والملح برضو بتحطي معلقتين كبار. دي الحشوة اللي هنحشي بيها الليمون. طبعا الحشوة دي بنحط فيها ملح لازم، علشان ده اللي هيسرع معاكي عملية التخليل. نبدأ نقلب بقى المكونات كده كلها في بعضها، زي ما احنا شايفين، نقلبها كويس بحيث الليمون يبقى طايلها كلها متقلبة في بعضها كده بالملح. ونبدأ بقى نعملها. الطريقة دي سهلة، و يعني في ممكن تعملي الليمون بتاعك بدون سلق، بس لو كان في وقت بدري على رمضان. طبعا بقى هنمسك الليمونة، شوفوا انا سلقاها بس مش مهرية، يعني ماسكة نفسها. طبعا انا عاملة الليمون ده يا جماعة بقاله حوالي اسبوعين، يعني كده كان فاضل لي حوالي شهر على رمضان. طبعا انت ممكن تزودي مدة السلق وتعمليه عشان يبقى اسرع معاكي. الطريقة دي سهلة جدا للليمون المعصفر. طريقة سهلة للمخلل عامة يعني. نبدأ بقى نحشيه بالخلطة بتاعتنا كويس كده، نملى الليمونة كده ونديها كفايتها، ونبدأ بقى نحطها نرصها في البرطمانات المتعقمة. لازم أعقم البرطمانات بتاعتي، لازم كل حاجة تكون نظيفة ومتعقمة. تمام. لما باجي أعمل الليمون بالذات بحب أعمله في حاجات صغيرة، علشان الليمون ما يتلفش مني بسرعة، يبقى احافظ عليه لأطول فترة. يعني لو اتاخد منه يخلص على طول ما يبصي. طبعا بقى ببدأ ارصه بقى في البرطمانات، كله بيتفتح كده، بفتحه كده من فوق علامة زائد. يعني بفتح الليمونة بالطول وبالعرض، ومش بنزلها للآخر، لإيه؟ ل3/4 الليمونة كده بالسكينة، واحشيها وابدأ انزلها في البرطمانات، ارصها في البرطمانات. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها في البرطمانات وعلب التلاجة، او زي ما انت هتبدأي هتحطي يعني المتوفر عندك. هنبدأ نعمل المحلول بقى. نجيب مية مغلية ونبردها،
بصوا، انا اخدت الميه بتاعه سليق الليمون اللي انا سلقت فيها الليمون، اخدتها وعملت فيها 2 لتر منها، اخدت منها 2 لتر. وبدأت بقى كل لتر بحط له 4 معالق من الملح ومعلقة من السكر. حطيت انا 8 معالق عشان عاملة 8 معالق ملح، عشان حاطة واخدة منه 2 لتر. تمام. ومعلقتين 2 من السكر، بس طبعا احطهم بعد ما ادوب الملح. تمام. اعذروني التصوير، لان التصوير مش حلو، لان بنتي اللي بتصور لي. تمام. ابدأ بقى اقلب الملح واقلب السكر. طبعا ده بقية المكونات، بس انا كنت عصرت عليها ليمون علشان ايه انزلها في المحلول. طبعا انا دي بقيت كل المتبقي من المكونات عندك هتنزليه في المية، بتدي لون وطعم حلو قوي للليمون. هنبدأ بقى وحط بقى بقية حبة البركة، بقية العصفر اللي عندك، بقية الجزر، اي حاجة متبقية عندك. وهنعصر كمان على المية دي ليمون، يعني انا بعصر كده 3-4 ليمونات على حسب حجم الليمونة بتاعتك. تمام. مش هستكفي ان هو ليمون بس وفي ميته، لا، هحط كمان ليمون على المية بتاعته. ابدأ بقى املى اغطي الليمون، بس مش هغطيه للاخر، لان الليمون نفسه هيخس لما بيتخلل، هيبدأ ينزل كده لتحت. فانا اعمل حساب النقطة دي. ابدأ بقى اعمل كل العلب والبرطمانات بتاعتي كده. دي كمية اللي انا عاملاها 2 كيلو ونص من الليمون اهو، سايباه ناقص شوية، هو هيهبط لسه بعد ما يدخل في التخليل. اعصر عليهم كلهم ليمون تاني كمادة حافظة. القشر بتاع الليمون ده يا جماعة مش هرميه، انا مش هرميه، انا هحطه في قلب المخلل برضو. طبعا بعد يعني هو هياخد فترة اطول شوية في التخليل، بس بعد ما بنخلص الليمون ده بنبدأ ناكله. هو بقى القشر ده بيكون اتخلل وبيكون جميل جدا طبعا. هنحط بقى اخر خطوة، وهي الزيت على وش الليمون. هحط حوالي كده معلقتين على كل علبة او برطمان. تمام. ابدأ بقى احكم الغطا، احط الغطا عليه، بس احطه باحكام. تمام. طبعا العلبة مليانة، بس طبعا هقول لكم مليانة الغطا بتاعها مجوف، ففي مساحة لما اغطي هيبقى في مساحة، هوريكم دلوقتي. طبعا الليمون اهو بعد ما تخلل شكله جميل، والمية بتاعته لونها جميل. ابدأ بقى برضو احط برضو كيس كده تحت الغطا، علشان امنع اي تسريب هواء للعلبة او للبرطمان. بصوا بقى العلبة دي يعني لسه طبعا الليمون هيهبط لتحت. ده غير ان برضو هحط الكيس، لازم احط الكيس كده حماية للمخلل بتاعي. الغطا بقى نفسه مجوف، ففي مساحة فوق، انا عملت حساب الموضوع ده. وهبدأ اركنهم بقى كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الليمون بتاعي، ودي الكمية اللي انا عملتها. ما شاء الله، شايفين شكله جميل ازاي ويفتح النفس. كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.